لا، بعد ما قطعنا بطن التوتو عاوزين نشوف بطن توتو. يلا بسم الله. المعدة متقسمة 3 حتت. المنطقة اللي فوق اسمها الفندس. الفندس هي القمة بتاع المعدة. بص، الفندس قبة بتاع المعدة، بعد كده البادي، بعد كده منطقة اسمها البيلورس. يبقى بقى انا بادئ بالفندس ناهي بالبيلورس. ما بيسألكش على البيلورس، ما يقولكش دي منطقة ايه تقول له البيلورس، لا بيسألك على 3 علامات موجودين في البيلورس. يبقى 3 علامات على جدار المعدة موجودين في منطقة البيلورس، 3 أو 4، 3 أو 4 هسكمهم لك كمان. تسكيمة العلامات الموجودة في منطقة البيلورس. الفار جيري لما كان بيقعد يذل الكلب، كان بيذل امتى؟ لما يكون محبوس، فبيقعد يقول له انت كلب محبوس وانا فرحل. يبقى انت كلب محبوس، انت تفكرك بالانترم، كلب تفكرك بالكنال، محبوس تفكرك بالمحبس اسفنكتر. يبقى وحط ارزع كلمة بيلوريك لان هم موجودين في منطقة البيلورس. يبقى البيلوريك انترم، البيلوريك كنال، البيلوريك اسفنكتر، وفي الاخر قول الاوبننج الفتحة، وقول الاوبننج اللي بيخرج منها الاكل. يبقى البيلوريك اوبننج في الاخر بعديهم. القبه بتاع المعده مين؟ القبه الفندس. بعد كده الحته التخينه المقلبظه البادي. بعد كده الحته اللي في الاخر البيلورس، هتلاقي فيها كام علامه؟ 3 او 4. التسكيمه بتاعتهم ايه؟ انت كلب محبوس، انت انترم، يبقى البيلوريك انترم. بعد كده وانا جاي كده يبقى انترم. بعد كده البيلوريك كنال، كلب تفكرك بكنال، محبوس تفكرك بالمحبس البيلوريك سفنكتر. وفي الاخر هتلاقي الاوبننج زي ما هنا في كاردياك اوبننج اللي هي فتحه الفؤاد، يبقى هنا في فتحه كمان، فتحه بيجي من الاكل من الاسوفيجاس، وفتحه المعده بتخرج الاكل الديودينم، يبقى عن طريق فتحه البوابه البيلوريك اوبننج. يبقى اول علامه هتقابلك هنا هيبقى كاردياك اوبننج، واول علامه هتقابلك من تحت هيبقى اسمها ايه؟ البيلوريك اوبننج. وبعد كده قبلها 3 علامات: انت كلب محبوس، الانترم، الكنال، السفنكتر، وارزع قبليهم كلمه بيلوريك. عندي حاجتين صفر كده ماسكين بالمعده، صفر او بيض عاملين شبه الدهن بس هم مش دهن. بنسميهم الجريتر اومنتم والليسر اومنتم، معروفين اصلا، وافتكرها بقوم انت، قوم انت من هنا. يبقى ده الجريتر اومنتم اللي ماسك بالجريتر كيرفيتشر والليسر اومنتم. هتلاحظ حاجه غريبه، ان هو لو حط علامه على الجريتر اومنتم بيحط العلامه بتاع الليسر اومنتم قصادها بالظبط، يعني توصل بينهم خط مستقيم، وهوريك كمان شويه. والجريتر اومنتم ده في قلبيه فيزلز بتتزحلق، فيزل وهو والليسر فيزلز بتتزحلق على الكيرف بتاع المعده، بص بيتزحلقوا كده. الفيزلز دي هنسميها ايه؟ الجريتر اومنتم ده جريتر يعني عظيم، يعني تقيل، حاجه تقيله، فلما الحاجه تقيله بنقول عليها ايه؟ بلوه. يبقى الابيبلويك، يبقى الابيبلويك الجاستريك ابيبلويك فيزلز هتلاقيها في الجريتر اومنتم. يبقى الجريتر اومنتم هتلاقي في ايه؟ الابيبلويك الجاستريك ابيبلويك فيزلز. يبقى اعرف رايت وليفت منين؟ مش الجزء ده على ايدك اليمين المفروض رايت، لا قول ليفت. الجزء ده على ايدك الشمال اعكس قول رايت. يبقى اكيد ده هيبقى الرايت ماله؟ رايت جاستريك ابيبلويك لانه موجود في الجريتر في العظيم، في موجود فيبقى بلوى الرايت جاستريك ابيبلويك. طب الجزء ده عند الليسر اومنتم، يبقى مش هناخد بلوى بقى، هيبقى جاستريك بس. خد الكلمه الثانيه جاستريك فيزل، جاستريك فيزلز، مفيش بقى ابيبلويك، البلوى كانت تحت. يبقى ده هيبقى ايه؟ ده على ايدك اليمين قول ليفت، يبقى ليفت جاستريك فيزلز، ودي رايت جاستريك فيزلز بس. عندي في نوتشين في فوق، عند الكارديك اوبننج هيبقى في كارديك نوتش. النوتش بص، النوتش الاول يعني لو حطيت لك علامه اكس واي، الاكس اللي فوق بتبقى النوتش اللي فوق بالنوتش حفره كده، واللي بعديها الاوبننج، ودي هتبقى ايه؟ الانجلر نوتش، الانجلر نوتش. ودي اسمها ايه؟ الانجلر نوتش. في نوتشايه تحت اهي الانجلر نوتش، يبقى فوق الكارديك فوق تحت الانجلر. يلا راجع معايا، يلا الجار. ادي المنطقه اللي ده مين؟ المعده. المنطقه اللي فوق اهي القبه بتاع المعده هنسميها مين؟ الفندس، اللي هي رقم في. يبقى الفي دي الفندس. الجزء التخين اللي بعد الفندس اللي هو رقم اس ده هنسميه البادي. وطالما انا بدات بالفندس هنهي ببيلورس. البيلورس هل هيحط لك علامه على البيلورس؟ لا، هحط لك 4 علامات في البيلورس، 4 علامات على الجدار نفسه، 4 علامات ورا بعض او 3 علامات ورا بعض. يبقى 4 علامات ورا بعض او 3 علامات ورا بعض تسكنتهم ايه؟ انت كلب محبوس، ثم الاوبننج بتاعتك، انت كلب محبوس، ثم خرجه الاوبننج افتح له. انت انت اول علامه اهي، انت جاي كده، يبقى انت البيلوريك انترم، كلب البيلوريك كانال، محبوس تفكرك بالسفنكتر بيلوريك سفنكتر اللي هي رقم ار. بعد كده الاف اخر حاجه الاوبننج، افتح بقى للكلب اخر حاجه، افتح له بقى في الاخر، رحمناه وفتحنا له البيلوريك اوبننج. وقصادها اكيد الكاردياك اوبننج اللي هي رقم اتش، يبقى دي البيلوريك اوبننج، دي الكاردياك اوبننج. وفوق الاوبننج الكاردياك اوبننج قلت لك في نوتش، يبقى علامه فوق الاوبننج هتبقى النوتش بتاعي. وده مين؟ ده الجريتر اومنتم،
اومنتم، ده الكبير بتاعنا، يبقى الجريتر اومنتم. ادي العلامه بتاعته رقم تي، وقايل لك طالما علمك على الجريتر اومنتم اعرف ان هو هيحط لك العلامه بتاع الليسر اومنتم قصاد الجريتر. يبقى التي ده جريتر اومنتم، السي دي عباره عن الليسر اومنتم. في نوتش كده متشاور عليه بسهم اهو، بص نوتش هنا، النوتش اللي هنا بنسميه الانجلر نوتش، يبقى اللي كان فوق الكاردياك نوتش، اللي تحت الانجلر نوتش. واضح ان هو نازل لتحت، بص نازله لتحت نازله لتحت، فباين ان هو نوتش، يبقى اللي تحت انجلر نوتش، اللي فوق الكاردياك نوتش اللي هو عند الكاردياك اوبننج. يلا راجع معايا، من دي المعده، المنطقه اللي فوق اعلى منطقه، اعلى منطقه القبه بتاع المعده الفندس، بعد كده المنطقه التخينه ام كرش يبقى البادي. بعد كده هتلاقي في 3 علامات ورا بعض او 4 علامات ورا بعض، دول علامات البيلوريك، منطقه البيلورس، لان انا بادئ فوق اتش فندس، الحته دي البيلورس. البيلورس هتلاقي فيه 3 علامات على جدار المعده، اعرف ان هم علامات البيلورس، تسكيمتهم انت كلب محبوس في الاخر افتح له، انت كلب محبوس في الاخر افتح له، يبقى دي البيلوريك انترم. بعد كده الكنال، بعد كده السفنكتر، بعد كده البيلوريك اوبننج. ارجع كلمه البيلوريك في الاول. ده مين طالما ده الجريتر اومنتم، يبقى قصاده علامه اليمه التانيه هتشاور لك على الليسر اومنتم على نفس الخط، يبقى ده الجريتر اومنتم، ده الليسر اومنتم. هتلاحظ ان في نوتش تحت اهو، النوتش ال ده هيبقى اسمه ايه؟ انجلر نوتش، الانجلر نوتش. طب المنطقه اللي بتفصل منهم طلع منها، بص طلع منها الاوبننج بتاعتك، يبقى دي الاكس دي هتبقى ايه؟ الكاردياك اوبننج، اكن الاسوفيجاس جاي من هنا ومنزل عليهم. اللي فوقيها هتبقى ايه؟ النوتش على طول، لان قايل لك من شويه بص ان الاوبننج اهي فوقيها النوتش، النوتش فوق الاوبننج، يعني علامه النوتش فوق الاوبننج، يبقى كاردياك نوتش فوق ثم كاردياك. مين اللي فوق ومين اللي تحت؟ الاكس دي اكيد الاوبننج هي اللي تحت، اما النوتش فوق يبقى الواي دي النوتش، يبقى كاردياك نوتش، ودي كاردياك اوبننج اللي هي رقم اكس. هبدأ لك بالعلامات اللي بره المعده، بص هقسم لك فيهم الاسندنج كولون، بص في الجار ده الاسند، يبقى رقم 14 ده الاسندنج كولون. طب لو بتنساها بص قسم يمين وشمال، مش ده الحته اللي على شمالك يبقى ده رايت وده ليفت، مين اللي موجود في منطقه الرايت؟ اكيد الاسندنج، لان هو اللي موجود في الرايت، الشخص الرايت اليمين دايما في حاله صعود، في حاله من التقدم، اما الشخص الشمال الوحش في حاله من الهبوط، يبقى الديسندنج كولون لو كان رسمه هو موجود في الليفت، اما الاسندنج موجود في الرايت، يبقى رقم 14 ده الاسندنج. والاسندنج هو طالع بيكسر ويعمل الترانسفيرس، عمل كسره، عمل انحناء، عمل فليكشن، هنسميه اسمها ايه؟ دي منطقه الرايت، يبقى الرايت وده انحناء بتاع القولون، يبقى الرايت كوليك فريكتشر على نفس الخط، مش ده 13 في نقطه اسمها 11، علامه اسمها 11، يبقى ده الليفت كوليك فريكتشر، يبقى ده الرايت كوليك فريكتشر، ده الليفت كوليك فريكتشر، لانهم الكسرتين، الكسره هنا وكسره هنا. يبقى ده مين ده الاسندنج كولون هو اللي موجود في الرايت، وفوقيه مين؟ الرايت كوليك فليكتشر، على نفس الخط مين؟ الليفت كوليك فليكتشر. بعد كده نخش على المعده، مين المتصل عند الجريتر كيرفيتشر من تحت؟ مين البلوه الدهن الابيض او الاصفر ده؟ هيبقى الجريتر اومنتم، ايه يبقى رقم 12 الجريتر اومنتم. لما تمشي قصادها مش هتلاقي علامه للليسر، اذا الجار ده ما كانش فيه علامه للليسر، لان دايما لو حط جريتر بيحط قصادها الليسر، هنا ما جابش علامه للليسر، يبقى جريتر اومنتم وما فيش هنا ليسر اومنتم. بص الحفره دي، شفت الحفره دي؟ بص الحفره دي، يبقى دي الانجرا نوتش، الحفره اللي قرب البيلورس، اللي قرب منطقه البيلورس اسمها الانجرا نوتش. النوتش بتاعتي بص النوتش اهي، يبقى رقم 6 دي الانجرا نوتش. هتلاقيها بالظبط عند الحته، بص عند القمه من هنا قصادها من فوق هتلاقي الانجرا نوتش على طول، يبقى الحته القبه دي قصادها الانجرا نوتش. قسم المعده بتاعتك، المفروض في قبه فوق اتشالت مش مكتوبه، الفندس، بعد كده الجزء تخين مكلبس كده هنسميه البادي، يبقى رقم 2 ده البادي. بعد كده منطقه البيلورس، الانجرا نوتش هنا اهو رقم 6، بعد كده البيلورس هتلاقي فيها كام علامه؟ 3 او 4 اهم 3 او 4 على نفس الخط وعلى جدار المعده. اول علامه ايه؟ انت كلب محبوس، انت انترم بيلوريك انترم، كلب بيلوريك كانال، محبوس اسفنكتر بيلوريك اسفنكتر، ما جابش الاوبننج. الثلاث علامات ورا بعض، لو حط 4 يبقى اخر علامه هي الاوبننج. فاكر التعابين اللي انا قايلها كانت بتتزحلق على الكيرف؟ التعابين اهي، التعابين الزرقاء اهي، بص التعابين الزرقاء دي، التعابين الزرقاء بتتزحلق على الكيرف بتاع المعده. اول تعبان انا مش فاكر ما قلت لك ده الجريتر اومنتم، ده 12 ده الجريتر اومنتم، قايل لك الجريتر اومنتم ده بلوى، ده حاجه كبيره، ففي قلبيه البلاوي الابيبلويك، الجاستريك ابيبلويك، وده منطقه الليفت، يبقى ده الليفت جاستريك ابيبلويك. حط خط على نفس الخط هيبقى برضو ليفت، لان دي كلها منطقه الليفت، يبقى ده الليفت جاستريك.
جاستريك، الليفت جاستريك بس، يبقى ده الليفت جاستريك ابيبلويك، البلوه مع الجريتر. اما الصغير ليفت جاستريك بس، غلبان صغير، يبقى ده ليفت جاستريك ابيبلويك، ده ليفت جاستريك. وبما ان ده ليفت جاستريك يبقى الخمسه ده الرايت جاستريك بس، يبقى الليفت جاستريك فيزل، الرايت جاستريك فيزل، الرايت جاستريك ابيبلويك على نفس الخط يا اسطى، الرايت جاستريك قصاده اليمه الثانيه هيبقى الليفت جاستريك.